وانطلقت رحلتنا إلى واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن تزوروها في قلب الطبيعة. باش نشوفوا تفاصيل أكثر خليكم معايا لآخر الفيديو. هذا المكان الخلاب اللي راكم تشوفوا فيه هو في أوستان مركزي. أوستان مركزي فيه مدن كثيرة، وهذا المكان بالتحديد يكون جنب مدينة تفرش. السلام عليكم، كي راكم؟ شوفوا وين جينا نديرو تخييم او كامبينغ. نايس، ظلامت الحالة بصح غدا الصباح ان شاء الله نوريلكم، خليكم معنا. انطلقنا متأخرين وهذا اللي خلانا نلحقوا على غروب الشمس، واصدقائي بداو يركبوا في الخيام ويجيبوا في الاغراض ويجيبوا في الاشياء اللي يسحقوها. مشكورة معنا محمد، ماما جاي يدير معنا تخييم. دير سلام، دير باي باي، دير باي باي عمري. طبعا ما تحلاش القعدة من غير قهوة جزائرية. وطبعا أصدقائي الإيرانيين كانت أول مرة يجربوا فيها القهوة الجزائرية والحلويات الجزائرية وعجبتهم بزاف بزاف. خب آتش پخته میشه با حرارت. اینجا سنگ گذاشتیم، اینجا زیرش سنگ گذاشتیم، داخل این پت. بیا بردیم. صبر کن. روش هم سنگ میذاری؟ آره اونو بردار. بینش هم سنگ بذاریم. بغلاش بذاریم نمیپاشه. نمیذاری گرما بشه. وكما شفتوا البطاطا يديروها يعني فوق الجمر ويضيفوا عليها الحجر. هذا الحجر يخليها تطيب من الداخل، يعني تطبخ من الداخل، ويحوطوها كلها بالأخشاب والنار باش تتفحم مليح وطيب باش نديرو عشانة. وكما شفتوا الإيرانيين يعشقوا الأغاني العربية، يبغوا العربية ويحبوا يتعلموها، لكنها صح صعبة عليهم. بعد ما قعدنا وقصرنا وحكينا حول النار نروحوا نحضر العشاء. وبعد ما طابت البطاطا نروحوا نحضر العشاء. هذا العشاء أو هذه الأكلة هي واحدة من الأكلات المعروفة اللي تتباع في الشوارع. أكثر شيء تكون خفيفة ولذيذة وفي نفس الوقت مشبعة. خب توضیح بده برامون چیا درست می‌کنی؟ بانو این غذا کجا معروفه؟ چی هست اسمش چیه؟ خب بعد همه چیا کلیکی میکنی؟ اون سس چیه؟ کره آب شده است. آها کره آب شده است. بعد هم لبن نرم شه. خشک نباشه. حالت خشک در. این ترشی رو باز میکنی؟ مرسی. ترشی لیتر. دست گلت درد نکنه. بعد میذاری لایه نون با سبزی. همه چی میذاری لایه نون؟ قطعة البطاطا، البيض، بعد تدير عليهم دهان، نسيت كي يقولوا له بالعربية. طريق الخبز
بعدها تلفها زيادة رختتو إنا كان البرد وهذا اللي خلانا نروحوا للخيمة باش نرقدوا. ليلة سعيدة حتى الغدوة. على 4 الصباح كان البرد لدرجة ما تتصوروهاش، يعني يمكن كان 4 أو 5 درجة. وبعد ما طلعت الشمس طبعا حمى الحال ونطلب باش نجهزوا فطور الصباح. وطبعا البيض المقلي على الجمر من ألذ الأشياء اللي ممكن تجربوها. چهارتا رو بدیم به بچه‌های چیز مهمونا بعد ما خودمون بیا اینجا سینا بیا اینجا. التخييم في الطبيعة يخليك تحس أنك ترجع إلى أصلك وإلى طبيعتك كإنسان، خاصة لما تخرج من دائرة الراحة اللي احنا دائما فيها. يعني تكون في البيت كل شيء موجود كل شيء متوفر، لكن في الطبيعة تكون مجبور أنك تعمل أنك تعطي مجهود باش تأكل أو تتوفر الحاجات اللي أنت تحتاجها. لهذا أنصحكم أنكم على الأقل تجربوه ولو مرة في حياتكم. وكما راكم تشوفوا وجدنا أجنحة الدجاج تبلناها باش نشويها للفطور. وهذه البحيرات تتشكل بعد ذوبان الثلوج اللي كانت على الجبال وتصير بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. خانم در چه حالی؟ در حال درست کردن سالاد. من فقط دارم فیلم میگیرم کمک نمیکنم، ببخشید. دست گلتون درد نکنه. وبعد ما تغدينا وكملنا ارتحينا شوية ومن بعدها رحنا للجبل، تمشينا درنا لعبنا. خليكم معايا باش نشوفوا الأجواء. واو شوفوا الجو كره شباب، طبيعة. وصلنا لآخر اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وعجبتكم الجولة وعجبتكم الرحلة معنا والتخييم. إن شاء الله هنعودوا هنروح لمكان جديد. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لي لايك وتخلوا سبسكرايب على القناة. نحبكم.